الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده انا هنتكلم شوية على الالتهابات اللي بتضرب بتاعت الكورونا، الناس اللي بتشتكي من البوش اللي في الكوباية بتاعت الكوبلة. حلو كده. احنا كنا عملنا فيديو واثنين وثلاثة على التهابات الكورونا، برضه اكتر التعليقات واكتر الكلام اللي بيجي لنا على التهابات الكورونا. الفيديو دوت انا هوريك ازاي ايه سبب ان الالسيب يضرب، تمام، بالبوش اللي الكوبايه، وان انا امنع البوش اللي في الكوبايه ازاي. في ناس بتروح تعمل جلبه نحاس، وفي ناس بتجيب جلبه جاهزه تركبها، والكلام ده كله هتركز في الفيديو دوت، هتعرف ايه سبب ضربان السيل الكورونا عندك باستمرار. حلو كده. طبعا احنا دلوقتي قلنا المشكله، عرفناك البوش، وشفت طبعا في الفيديو قدام منك ايه سبب البوش اللي في الكورونا. غيرت جلبه، عملت الكلام ده كله، ما تصرفش كتير وما تلفش كتير. هتشيل الوله بتاعت الدوفرانس بحالها، لان مهما كانت اي مخرطه هتعمل لك جلبه او هتعمل لك شميز للكوبايه، عمرها ما هتجيب لك جلبه ولا شميز نمبر 1 زي اللي نازل في الكوبايه بتاعتها، او زي ما اللي نازل في وله الدوفرانس بتاعتها. فانت غيرت مره واثنين وثلاثه، عندك هما الكوبايتين بيركبوا في اتجاهين اتنين، واحده في ترس الرحايا، تمام كده، اللي هي الزور الطويل، واللي هي الوسط بتركب في القله بتاعت الدوفرانس. فاصبح ان انت لو عندك الولسيه من الجنب الشمال هتغير القله بتاعت الدوفرانس على طول، من غير فلسفه، من غير اي حاجه. لو بتجيب من الجنب اليمين ناحيه الكوبايه الطويله هتغير ترس الرحايا، لان بيبقى مطرح الكوبايه خف. ترس الرحايا ما بتعملوش جلبه، لان بيبقى المشكله كلها في الترس نفسه، لان الجلبه منها فيها في الترس، هي بتبقى اسطمبه واحده في ترس الرحايا. وده كان شرح قلنا نقوله بتفصيل صغير وبالراحه، عشان خاطر الناس اللي هي بتظبط الدنيا، عشان ما تكلفش نفسها حاجه. دلوقتي انا هتكلم بس على الناس اللي بتروح او اللي بتيجي تعمر، او الناس اللي بتعمر في اي مكان، والعمره بتاعته بتتكلف مثلا فوق وتحت 7 8000 او 9000 بكتيرها، ويروح بره يقول 16 و15 و14 يخوف غيره اللي عايز يعمر. والناس اللي العمره بتاعتها بتتكلف فوق في الجنب او ثلاث ارباع 4 5000، يروح يقول لك ده انا صرفت 9 10000 عمره فوق في الجنب. انت ما تحملش ليه؟ بتوفر، يعني بتوفر في السعر، بتخوف الزبون او بتخوف غيرك اللي عايز يعمر. في ناس تانية بتبقى عايزه تعمر ومكانها خلصان، وبيبقوا عايزين يعمروا ومعاه مثلا 7 8000 ومكانته عايز تحل فوق وتحت، يقول لك انا استنى، ده اصل هتعمر 15 هتعمر ب 14 وما معيش، ويزنق نفسه ويروح يعمل قرض. طب ليه؟ طب ما تقول له لا يا عم، انا رحت عمرت والله صرفت 8 7 8000 فوق وتحت، رحت عمرت فوق في الجنب صرفت 4 5000. حلو كده. قول الحقيقه عشان خاطر غيرك ما يخافش. اما انا اجي اقول لك انا صرفت كذا والكذا، في واحد يروح يعمر مثلا يقول لك انا عمر فوق وتحت، حلو كده، عمرت صرفت مثلا 10000، يروح هو بقى يجيب 3 فرد كاوتش ويجيب مساعدين ويجيب جرابات ويجيب مقصات، ويروح يحطهم على حساب العمره، ويروح يقول لك انا صرفت 16 17000 عمره. طب ما انت شايل منهم ال 16 17 دول، شيل منهم 5 6000 او 7000، انت جايبهم زياده على العمره، ليك كماليات لنفسك انت بتصرفها. ده مبدا انا كنت عايز اقوله بس عشان خاطر الناس اللي خايفه تعمر. ما انت الان وسمعت ارقام خياليه، اتصل على الصنايعي بتاعك او اوصل للصنايعي بتاعك قول له انا عايز اعمر، اتكلف كام، وهو هيدلك على الصح. ده حاجه. نرجع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.